هل تتقي الله عز وجل في صلاتك فتصرفها لله عز وجل ولا تراقب في ذلك نظر المخلوقين إليه؟ قد يعصي الله عبد في السر وهو أمام الناس في العلن. كيف؟ بهذه الأجهزة. وأنا أكرر لأن هذا بلاء حل في الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، على أي حال وفي أي مكان وفي أي عمل، في الظاهر والباطن، في السر والعلانية، في العبادة وفي العادة وفي التعامل، في الطاعة وفي التوحيد، وفي كل أحوالك اتق الله حيثما كنت. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن الوصية بالتقوى